إخوان، السلام عليكم. قبل ما ندخلوا في الموضوع، الاشتراك واللايك يعني باش يوصلكم الجديد. غادي اليوم نكملوا نهضروا على القمة العربية والفشل ديالها. يعني القمة ديال العربية اللي كانت في الجزائر يعني كانت فاشلة 100%. كانت قمة ديال الشعارات الخاوية، قمة ديال البروتوكولات، يعني ديال التصاوى، ديال وري قاع هنا، صور هنا، طلع الفوق هنا، طلع في السنسور هنا، صور هنا. يعني كانت ديال البروتوكولات وصافي. يعني هاد القمه هادي باش خرجات والو. اشنو هو اللي غتعطي القمه من بعد؟ والو، شي حاجه ما غتكون. كنهضروا على فلسطين، اش غيديروا لهاد فلسطين؟ هاد فلسطين اش دارت ليها الجزائر هادي سنين؟ اش داروا ليها الدول العربيه هادي سنين؟ والو، ما داروا ليها حتى شي حاجه. الرئيس ديال فلسطين محمود عباس راه جا وقصر، ولكن ملي رجع راه مشى عند وزير الدفاع الاسرائيلي، مشى عنده الضا ديالو، يعني مشى يخوي ليه الخنيشه، مشى عنده يخوي ليه هذاك الشيء اللي يهضروا فيه. يعني هاد القمه هادي ما كانت فيها حتى شي حاجه، وحتى شي حاجه ما يخرجوا بها. يعني هاد القمه هادي بحال القمات الاخرين اللي دازوا. حنا عارفين ملي كيتجمعوا العرب راه ما كاين والو. يعني عولوا على الماكله، كلاو وصافي. ما كاينش شي نتيجه، ما كاينش شي قرارات كبيره. وهاد الايامات هادو كنشوفوا القنوات الجزائريه اللي في اليوتيوب ديال الجزائريين، ولا قنوات ديال بعض الفلسطينيين تا هما اللي كيعطيوهم الكابرانات الفلوس باش يهضروا. هذوك الحاسين الكابا، هذوك بلا ما كنخسر في الهضره، حتى هما كيهضروا على القمه، كيهضروا على المغرب بان فشل المغرب. وكنشوفوا هذا النجاح بان تيهضروا على نجاح الجزائر، والمروك كيهضر، وهنا كيهضر شويه، كيهضروا بان التقارب القطري الجزائري السبب ديالو المروك، وبان المروك شداتو الغيره ملي امير ديال قطر جا. ملي كانت قطر محاصره السعوديه والامارات، الجزائر فين كانت؟ ملي كانوا القطريين تيموتوا بالجوع، فين كانت الجزائر؟ ملي الملك ديالنا تحدى السعوديه والامارات اللي اصدقاء ديال المغرب، تحداهم ومشى في الطياره ومشى لقطر، ودا الماكله ودا الدواء، ومشى ريح في قطر. ديك الساعه ما كانش الجزائر. دابا الجزائر عاد ولات قوه عظمى. المهم ما عليناش. اليوم غنهضروا على جبت لكم واحد الجزائري، محلل سياسي، وهو كان في المخابرات الجزائريه، وكان يعني كان في الدوله، كان في العسكر وفي المخابرات. وهذا السيد هذا كيعرف ولد الدار، يعني كيعرف الخبايا ديال العسكر وهذاك الشيء اللي كيتطبخ. هذا الجزائري هذا هضر، قال الصراحه، وقال بان ناصر بوريطه كان هو رجل المقابله ديال القمه العربيه. يعني القمه العربيه كامله واحد اللي بان فيها هو بوريطه. يعني الميساجات ديالو وصلهم، والشخصيه ديالو بانت. المهم بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع سي انوار مالك، المحلل السياسي ديالنا، اللي كنوجهوا ليه التحيه. عن ناصر بوريطة الذي يواصل فضح وقصف النظام العسكري من داخل الجزائر. حقيقة أن ما يقوم به ناصر بوريطة لم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية ولا السلوكيات التي يجب أن تكون في مثل هذه القمم، بل أنه يواصل بهدوء وبأعصاب يعني هادئة جدا قصف هذا النظام من عقر داره، حيث أنه جاء للقمة وواصل ما يجب أن يكون، ونجح في تمرير كثير من الأمور، منها دفع الجامعة العربية إلى بيان تحذيري ضد قناة تبون الدولية. وبعد ذلك حدث اعتذار داخل القمة، داخل الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب حول ما حدث، بطر الخريطة ووضع خريطة أخرى التي لم تكن بسبب الجرافيست، بل أنها
أعطيت لهم من جهة أمنية تابعة طبعا للمؤسسة العسكرية الجزائرية. هذا هو الواضح. بعد ذلك نجح أيضا في فرض قضية إدانة إيران. يعني الجزائر التي كانت تريد تجيب إيران ضيف شرف وتعيد تأهيل نظام بشار الأسد التابع لخامناي، ووصل بها الحال الآن أنه سيناقش الحكام العرب والزعماء العرب قضية إدانة إيران وميليشياتها وتدخلاتها. الجزائر التي كانت تريد أن تدخل البوليزاريو وربما تجيب إبراهيم غالي كضيف في هذه القمة، وصل الحال أن تبون لم يستطع أن ينطق ببنت شفا حول حتى ذكر الصحراء وما كانش. ولماذا يا تبون؟ لأنكم تظهروا في العنطريات وتدفعوا في البوليزاريو إلى حرب في المنطقة. لماذا لم تتجرأ في خطابك وتذكر عندنا أزمة هنا، عندنا أزمة هنا تمثل في القضية الصحراوية، لازم تحل على الجامعة العربية أن تتحمل أيضا مسؤولياتها، لأن هذه الأرض راهي كذا وكذا، ويعبر على قناعاته وفق ما يريد. ولكن ما استطاع يمرر حتى شيء، وصل في الخطاب نتاعو إلى لغة الخشب والبهدلة هذيك اللي راكم سمعتوها وشفتوها بلا طائل منها. واصل المتاجرة أيضا بقضية فلسطين، وفلسطين لا تحتاج إلى متاجرين، سواء من الفلسطينيين الذين يلهثون خلف الشيكات مقابل صور تذكارية، ولا من أنظمة وحكومات أيضا تريد أن تتاجر بالشعارات المقاوماتية. وفي النهاية يوصل الحكاية حل الدولتين، فدولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الذي لا يختلف به، بين دول مطبع علاقاتها مع إسرائيل ودول أخرى عكس ذلك. المهم ناصر بوريطة هذه المرة يخرج خرجة أخرى في إطار الصراع اللي صار واضح، حيث أن العمامرة يحاول أنه بدأ يروج كأنه يريد تحميل المسؤولية فشل مصالحة وحلحلة لأزمة النظام الجزائري مع المغرب في هذه القمة. ابداها بالكلام اللي تكلمنا عليه في مداخلة سابقة حتى لا نعيده، وأراد أن يقول بأنه تبون كان مستعد يستقبل الملك محمد السادس كأن همزية منه، وأيضا أنه كان من الممكن أن يحدث حديث وكان هذا الكلام اللي الآن كي جاء بهذه الطريقة معناها أن دوائر الحكومات العربية والمسؤولين والزعماء العرب صاروا على قناعة تامة، وربما هناك من عبر عن هذا الشيء، أن الجزائر ضيعت فرصة على من أجل مصالحة مغاربية. رفضت من قبل الوساطة وقالت لا إدراج الوساطة، والآن عملت كل ما في وسعها باش ما يشاركش الملك المغربي. وطبعا قلت لكم أنه هدف النظام العسكري أنه ملك المغرب ما يجيش، ولاعتبارات ذكرناها وذكرها غيرنا من قبل، اعتبارات كثيرة، الاستقبال وكثير من الأمور، والحمد لله هو ما جاش. لو أنه جاء ممكن جدا تبون يدير حركة من حيث لا يدري تتسبب في أزمة دبلوماسية وربما تلقى حتى القمة العربية، لأنه الرجل ما عنده كاريزمة رئيس ولا عنده فكر رئيس. الرجل إداري تقني وما عندوش حتى سلوك سياسي ودبلوماسي، وما يعرفش أصلا يخوض مثل هذه الأمور، وجايب مستشارين والله لا يصلح يكونوا مستشارين عند مدير مدرسة مش رئيس جمهورية، طبعا مع احترامي للمدارس التي هي في الدول المتطورة مكانتها أعظم من مكانة الرئاسة أصلا. المهم العمامرة حاول بهذه الطريقة أنه يحمل المسؤولية، لكن شوف الرد الدبلوماسي من جهة تعرف وش تدير، تجي من طرف ناصر بوريطة. خلينا نشوفوا ناصر بوريطة وش قال ناصر بوريطة وزير الخارجية: إن الملك محمد السادس وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب من أجل الحوار، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن المسؤول الحكومي. وذكرت الوكالة أن بوريطة أكد أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة زيارة الجزائر التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي لم يتلقى أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.
وعبر بوريطة الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في القمة عن أسفه لعدم تلقي أي إجابات عبر القنوات الملائمة. هذا قصف، هذا نسف لأي أسطوانة يمكن أن يروجها العمامرة والنظام على أساس أن الملك المغربي ما حضرش وفوت فرصة. قصف نهائي. وهاي يردوا عليه عبر القنوات المتاحة أكيد، لأن القنوات المتاحة هي قناة الجامعة العربية، معناها أن الملك المغربي أبدى استعداده لحضور القمة، وهذا الذي ظهر عبر تسريبات إعلامية كثيرة، وأنهم طلبوا كيف تكون استعدادات. الجزائر لم ترد، لأن علاش؟ الجزائر لم تكن تريد حضور الملك محمد السادس. هذه الحقيقة. ويكفي أنا قلت لكم لو تتابعوا قبل القمة التصعيد الإعلامي، لم تظهر الجزائر أي بوادر حسن نية في هذا الشأن، لأن حضور الملك سيفضحهم. وأخطر من هذا أنه ناصر بوريطة ما راحش في جانب تصعيدي، بل كشف معلومة هي أخطر ما في المسألة، أنه دعا تبون لزيارة المغرب من أجل الحوار. يعني نستضيفك في بلدي ورواه وحاور. هاي شوف، المرة الأولى مد يد الحوار، ثم المرة الثانية دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئاسة، لأنها عارف يقينا بأن الأزمة اللي قائمة ما بين الجزائر والمغرب هي أزمة من طرف العسكر. هذه حقيقة. دعاه مباشرة. والآن يكشف ناصر بوريطة أن الملك محمد السادس دعا عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار. علاش راكم جبناء إلى هذا الحد؟ رفضتوا الوساطة لأنكم ما عندكمش دليل يدين المغرب، تهربتوا من أي محاولة الوساطة من الدول الخليجية حتى خسرتوا علاقاتكم مع الدول الخليجية، ثم الآن تتهربوا من الحوار، بل تهربتم وعملتم مستحيل أنه تبون ما يروحش لهي والملك محمد السادس ما يجيش للجزائر لحضور القمة العربية. يعني النظام صار ضعيف إلى هذا الحد، ما يعرفش يواجه. علاش؟ لأن الأزمة هذه راهي مفتعلة، وهذه الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع، أنها أزمة مفتعلة ومصطنعة ومختلقة ولا مبرر لها، والهدف منها شأن داخلي، وأيضا الهدف منها تبرير الصفقات العسكرية والدفع نحو حرب في المنطقة سيستفيد منها جنرالات غرقوا في الفساد وأغرقوا المؤسسة العسكرية في الفساد وأغرقوا البلاد أيضا في الفساد، وحرموا العباد من خيرات بلادهم، لدرجة أن الجزائريين صاروا حراقة وتايهين في كل دول العالم وكثير من هذه الأمور. مؤسف جدا هذا. يعني أنه دعاك، علاش ما تكونش عندكم شفافية؟ يعني شوفوا، أنا والله احتار الآن، ممكن الدول العربية التي تثق في النظام العسكري الجزائري، يا رجال المال يا رجال الأعمال، هذا نظام كذاب، نظام مافيوي، اللي يروح يدير استثمارات ثم يدهم له، غدوة تحدث حاجة في بيت النظام يصبح هذاك ممكن في الحبس مع أحد الجنرالات. لماذا تغامرون؟ تغامرون مع نظام ما عندوش مصداقية. لماذا يتعامل النظام بهذا الغموض وعدم الشفافية في هذه الأزمة؟ قلتم المغرب قام بأعمال عدائية ما قدمتم دليل، قلتم المغرب يدير كذا وكذا ولا قدمتم دليل، قلتم بأنه نحن نريد لم الشمل وترفضوا الوساطة وترفضوا الحوار. الآن العمامرة يكذب. وشفتوا اللغة اللي تحدث بها على أساس صاحب الجلالة وكذا وكذا، واللغة وزعمائنا وكذا، لغة جديدة لم تكن مسبوقة، لأنها داخلة في إطار أجندة تصدير الأزمة، استغلال القمة العربية ليس في لم الشمل، بل أيضا استغلالها من أجل تصعيد الأزمة مع المغرب. ونشوفوا ما بعد القمة راح يزيدوا يصعدوا، خلاص الآن كل الحرج زال، كانوا كل متخوفين من قضية القمة وكذا وكذا، خلاص الآن فوتوا العرس وكذا، تمت الحكاية، ويبدو الإعلام نتاعهم يجتر في نجاح غير موجود أصلا. على أي نجاح تتحدثون؟ لو سموها قمة مواجهة التحديات ممكن تقدر تكون نجاح، وضعوا خطط، وإذا طبقت أهلا وسهلا، ما طبقتش الجزائر دارت ما عليها. ولكن الجزائر قالت قمة لم الشمل، وذرك تقول بأنه عدم مجيء الملك راهو مفوت فرصة وضيع فرصة مصالحة مع المغرب. في نفس الوقت تبون يستقبل ناصر بوريطة يقوم بحركة غير أخلاقية في العرف الدبلوماسي،
ممكن في العرف العادي ولا شخص قد يقوم بها، ولكنها في العرف الدبلوماسي غير أخلاقية وغير مقبولة ومرفوضة وملفوظة، ولا يمكن أن يستسيغها أي أحد. والآن هاي جاتكم أخرى، تبون دعاك لزيارة المغرب، هاي دعاك لزيارة المغرب أراكم تتهربوا، قال لكم كان رايح يجي ليه تهربتم، يجي هو الجزائر تهربتم، طلبوا الدول الوساطة تهربتم، وواصلين هذه الأزمة، تريدون تحويل الجزائر إلى سجن فقط. الناس كي جيتك السي بونيف ياك، كي جيتك هو هذاك جبت لك ولاد بلادك جاوبوك. كي جاك السي انور مالك؟ كي جاك السي انور مالك؟ ياك جزائري، ياك مخابراتي، ياك كان عسكري سابق، ياك كيعرف كل شيء شاده والفاده عليكم؟ هو جاوبك دابا، والمره الجايه ما تبقاش تهضر. اسمع الرجال اش يقولوا، ملي يكونوا الناس الرجال كيهضروا انت سير تجلس، ما تبقاش تدوي وتصنت. راه